السلام عليكم. ولاء عبد العزيز معاكم، صاحبة سنتر بكار مول سابقا وماسة حاليا. وسؤال مهم جدا البنات بتسألهولي او دايما يجوا يقولوا لي ايه: انا شعري طويل، انا شعري مجعد، انا شعري قصير، انا شعري ناعم. نفسي اقول لهم سر خطير، ان انا ما بيهمنيش اطلاقا مطلقا لا طول الشعر ولا درجة تجعيدة الشعر، لان البروتين بيتعامل اولا على 3 محددات. اولا صحة الشعر ايه؟ يعني ايه صحة الشعر ايه؟ يعني هل في صبغات، هل في اي كيميكالز قديمة، هل في ولادات، في رضاعة، طب سن البنت قد ايه، صغيرة مثلا ومقصف ولا كبيرة واتجوزت وخلفت وهكذا، عاملة دايت، عاملة عملية لا قدر الله. دي درجة صحة الشعر. تاني حاجة كثافة الشعر، هل يعتبر تقيل؟ يعني ايه تقيل؟ مش زي ما البنات بتتكلم خالص، لا تقيل يعني الفروة هل تعتبر مليانة شعر ولا في اماكن فيها فراغات؟ طب الفراغات بنسبة قد ايه؟ وظهرت خلال مدة قد ايه؟ ظهرت فجأة ولا ظهرت على مدار العمر او يعني مدة طويلة؟ تالت حاجة تخن الشعرة، في شعرة بتبقى رفيعة قوي، شعرة تخينة قوي، وكل اللي انا بتكلم فيه ده تخن او كثافة او رفع او الكلام ده بتبقى حاجات وراثية ملناش تدخل فيها، بس هي بتهمني جدا في تحديد نوع المادة اللي انا هشتغل بيها والكمية. اذا لما حد يجي يكلمني ما يجيش يقول لي شعري طويل، شعري قصير، شعري ناعم، شعري مجعد، لان انا ما ببصش للحاجات دي اطلاقا. تمام؟ يبقى تاني المحددات الثلاثه الاساسيه اللي انا بحدد عليها عامه حاله الشعر: صحه الشعر، كثافه الشعر، تخن الشعر. ولو عندك اي سؤال ابعتيلي على القناه او على الجروب وهتواصل معاكي فورا.